العربية نيوز. عنوان الحقيقة. شهر أغسطس اتسمى أغسطس على اسم الملك الروماني أوكتافيوس أغسطس لما كان بيحكم مصر، وشهر أغسطس بيرمز للقوة والنور لأن فيه مواليد برج الأسد. ودايما كل الناس عندها مشاكل مع شهر أغسطس، بيتهموه إن هو أطول شهر في السنة مع إنه 31 يوم زيه زي شهر يوليو بالظبط. ودلوقتي نزلنا الشارع عشان نشوف ليه الناس عندها عقد مع شهر أغسطس. هو شهر من الذين أصلا. والله ما عارف. انتوا تعرفوا؟ علشان هو شهر بيبقى فيه نسبة الحرارة عالية جدا، فمش قادرين يعني، والدنيا حر جدا. بيسموه أغسطس أعتقد هو بالنسبة لاسم حد، يعني حدث فيه حاجات معين، بس مش عارف بصراحة، بس هو نسبة لاسم حد ملك معين. يعني مش عارف، بس أنا ما عنديش أي مشكلة مع شهر أغسطس عامة يعني. والله ما عارف برضه. هو شهر 30 يوم، هو كام يوم 31. 31 عادي يعني، يوم بزيادة. ما يناير باين ولا فبراير 28. علشان هو 31 يوم. طب ما يونيو 31 يوم. بس ده نعمل ايه، ربنا حكم بكده. يمكن عشان الفرق بين الصيف والشتاء، لأن الشتاء أطول شهر في السنة أغسطس، وأصل شهر طبعا فبراير. طب ليه الناس معتقدة إن هو أطول شهر في السنة؟ بابا الفيصل بين الراحة وبين التعب، يعني بعد كده هنبدأ مدارس ونبدأ بقى في وجع قلب. احنا كنا مرتاحين وبعد كده نبدأ في المدارس، فده المشكلة بس في كده. هو شهر طويل يعني. ليه بقى الناس معتقدة إن هو طويل؟ عادي، هو بيبقى 3/4 الناس اجازات، صغير وكبير، كل الناس اجازات، والناس برضو بتنزل، ومحدش عارف يعني الجو عامل ايه. محدش عارف الجو، مثلا هروح اصيف ولا هروح اقعد مع صحابي ولا اروح شغلي ولا. فهو دي المشاكل كلها اللي بتبقى في الموضوع يعني. لا، هو الشهر أطول شهر في السنة هو الشهر اللي فات ده بصراحة. حصلت فيه كل البلاوي، حصل انقلاب في تركيا ورجع تاني، حصل إن في ناس الثانوية العامة والتنسيقات، ولازم التنسيق برضه يخلص قبل شهر 7. يعني تحس إن الشهر اللي فات ده كان طويل قوي. أغسطس ما اعتقدش انهم عندهم مشاكل في شهر أغسطس. مش عارفه، هو يعني شهر استغفر الله العظيم بادئ كده من البدايه زي الزفت. وعموما عيد ميلادي في شهر اغسطس، فربنا يكرمنا يعني ان شاء الله يطلع شهر كويس. بس هو فيه مصايب يعني، من بقاله كذا يوم كده، كل يوم فيه كارثه، كل يوم فيه كارثه. فيعني بس ما عنديش أي حاجه تاني. عشان انا اتولدت فيه تفتكري؟ مش عارفه، بس ممكن عشان حر قوي. مش عارف. في بعض الناس بيقولوا إنه أطول شهر في السنة، متعرفش ليه؟ خالص يعني، كلها شهور زي بعضيها وكله بيعدي.